في واحد فرنسي مدفون في المتحف المصري اللي في التحرير. الراجل ده كان السبب ان آثار مصرية كتير جدا تكون موجودة النهاردة في متحف اللوفر في فرنسا. هو اصلا كان بينزل مصر يقعد ينقب كده عن الآثار لوحده بعيد عن الحكومة، والآثار اللي بيلاقيها كان بيبعتها لفرنسا، فهم خلوه أمين متحف اللوفر في يوم من الأيام. الراجل ده هو نفسه اتحول بعد كده لأنه يمنع إن أي حد ينقب عن الآثار بعيد عن الحكومة، ومنع بيع وتصدير الآثار المصرية، وضمن احتكار مصر لآثارها. كان اسمه أوجاست ماريات، وأغلب اكتشافاته كانت من منطقة سقارة اللي هي فيها الهرم المدرج. في عمليات التنقيب عن الآثار بيجي مهندسين أو بيسموهم archaeologists، دول هما اللي بيحددوا احنا هنحفر في الأماكن الفلانية، لكن اللي بيحفر فعليا وبيستخرج الآثار بيكون عمال مصريين. كان في بقى مقبرة من المقابر اللي اشتغل عليها ماريات، العمال